سلام. في هذا الفيديو جديد ان شاء الله تكونوا كامل بخير. راح ندير معاكم اليوم هذا لي صابلي بريستيج بحشو الكراميل، ذوق بنين وشكل راقي. ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو تاع نهار اليوم. نبداو مع طريقة التحضير. هنا عندي اول حاجة 125 غرام تاع مارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة، وعندي صفار بيضاء، وعندي 50 غرام تاع سكر ناعم. زدت لها شوي تاع لافاني ونحرك المقادير هذو حتى يتجانس الخليط. وهنا راح نضيف 2 ملاعق اكل تاع نشا، وراح نضيف ثاني قليل من الخميرة الكيميائية، نصف كيس خميرة كيميائية، ونلم بالفرينة حتى نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة كما راكم تشوفوا. لازم ما نعجنوهاش، غير نلموها برك. ومن بعد هنا راح نفتحها في كيس بلاستيكي بالطريقة هذه مباشرة، ما نخليوهاش ترتاح، مباشرة نبداو نفتحوها. وراح نطبعها، انا اخترت الطابع هذا مثلث على حساب المول تاعي، ونحطها تطيب في فرن على 180 درجة. من جهة أخرى كما تشوفوا عندي كمية من الشوكولاتة البيضاء، وزدت لها هكا نقاط صغار من الشوكولا بالحليب باش نتحصل على اللون هذا اللي جاي باج. راح ندهن هنا بالبانسو هكذا طبقة أولى تاع الشوكولاتة، ونحطه في المجمد يبرد مليح، ومن بعد نزيد نجبدو ونزيد نعاود ندير طبقة ثانية. وعلى حساب المول تاعكم قادرين ديروا 2 طبقات كما قادرين ديروا 3 طبقات، وعلى حساب ثاني شوكولا إذا درتوها خشينة ولا رقيقة. كما تشوفوا هنا المول تاعي هذا راهو فيه غير 3 حبات، يعني كي تكون كمية كبيرة ماهوش راح يساعدكم. أنا هنا درت غير كمية قليلة، وزدت خليت حبات هكذاك تاع لي صابلي. غلفتهم بالشوكولا، يعني لصقت حبة فوق حبة صابلي مثلث وغلفتهم بالشوكولا. حبيت برك نجرب هالموديل معاكم. وهنا بعد ما درت 2 طبقات وبردوا، راح نديمولي هذوك الحبات تاعي كما يكون المول هكذا راهم يتنحاو بكل سهولة. تحبوا ديروا الحشو هكذا في المول ولا ديمولي وتخدموا الشوكولا على فرد مرة، ديمولي ومن بعد تعمروهم بالحشو تاعكم. وهنا نرجعوا للحشو. عندي كمية من الكوفريت، وعندي كمية من مكسرات واش تحبوا تومة، وعندي ثاني كمية من ديول محمصين ولا فايتين. راح نلمهم، لميتهم انا هنايا معاكم بطوفيا كراميل، ولا تقدروا تلموهم بحليب محلى مركز ولا اي حاجة اللي تحبوا تلموا بها. وهنا راح نبدا نعمر الحبات تاعي. عندي هنا كرانشي بذوق الكراميل، راح نديرو كطبقة أولى من التحت، نديرو في لابوش ولا نهز بالملعقة ونعمر طبقة أولى تاع الكرانشي، ومن بعد راح نكمل الطبقة الثانية نتاع الحشو اللي خدمته. بالنسبة هنا الكرانشي كان لقيتوه جامد بزاف ولا حاكم روحو تلقاوه ساعات يابس، كي يكون بارد الحال حطوه في حمام مائي ولا حطوه في ميكرووند ومن بعد خدموا به. وهنايا الحشو كي تعمروه شوفوا كيفاه لازم تقفلوا مليح هذوك الفراغات، سورتو كي تكونوا ماكمش راح تقفلوا الحبة بالشوكولاتة، هكا تحطوها مباشرة باش هذاك الكرانشي كي تقلبوا الحبة ما يسيح لكمش. هنايا عندي ناكخي، خلط درت ناكخي في لارجونتي ودرت له نقاط بركة تاع ناكخي في الدوغي باش يعطيني لون مليح، وراح ندهن هذوك الحبات من الفوق. وهنا ذوبت الشوكولا، زدت ذوبت الكمية اللي بقات لي، وكما تشوفوا راح ندير خطوط هكذا تكون شوي متباعدة هكا، ومن بعد راح نحط فوقها. هنا عندي العقاش هذاك الرقيق خلاص الابيض، هنا درت العقاش كما تشوفوا الابيض هكذا من الفوق. كل حبة خدموها وحدها باش ما ذوبلكمش، باش ما تنشفش هذيك الشوكولاتة. كل حبة كي تكملوها حطوا فوقها العقاش بالطريقة هذه هكا. وكي تحطوا هذاك العقاش من الفوق حاولوا تقلبوا الحبة ولا تنفضوها هكا شوي باش هذاك الزائد اللي يجي بين الخطوط يهبط يتنحى. وهنا كاين حبات اخرين، عندي هنايا هذا السكر هذا الملون ولا حجر الجيود،
درت بيه. هنا شوفوا راح نقدم لكم تشوفوا هذا العقاش، هذا عقاش رقيق، وهذا السكر هذاك اللي جاي ملون، حجر الجيود. راح نخدم به ثاني، درت حبات بيض وحبات اللون الآخر هذاك، نفس الطريقة. وهذا هو الشكل النهائي نتاع الجاتو تاعنا. زدت قسمت لكم الداخل باش تشوفوا كيفاه راح تجي من الداخل. البنة ما نحكي لكمش، سورتو لعشاق الكراميل تجي بنينة بزاف. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، وصلنا لنهايته، إن شاء الله ينال إعجابكم. إلى الملتقى في فيديوهات أخرى إن شاء الله.